حضرتك الرقم العشوائي اللي كسب معانا خروف الكتروني. خروف الكتروني؟ اه. جاهزين يا جماعه؟ دلوقتي هنلعب كيلو باميه على مين هيبدا اول فقره. الاثنين اللي يطلعوا شبه بعض هم اللي هيبداوا الفقره معانا. وكعادة 3-1 كسبان مستمر. كيلو بامية. كده ما شاء الله. يلا كيلو بامية. نورة تشرفينا جنبنا هنا يا نور. محدش عارف ايه اللي جد بقى. اللي جد لغايه ما هو طلقها وعرف واحده ثانيه. مساء الخير، دي حلقة جديدة من برنامج 3-1. المرة دي هنلعبها بشكل مختلف. في بنتين قاعدين بيتسابقوا وأنا بقدم البرنامج. احنا كنا المفروض 2 بس يجوا، بس للأسف 3 جم. فاحنا عملنا كيلو بامية زي ما انتوا شفتوا، والاتنين اللي كسبوا هما اللي هيلعبوا، والخسران هيطلع بره كل فقرة وحد هينزل مكانه، ونشوف مين أكتر واحد هيكسب فقرات. يلا نبدأ. ماشي. الجزء الأول من حلقتنا النهارده تاريخ وجغرافيا. نسأل شوية أسئلة عن التاريخ والجغرافيا. انت التاريخ ده علمي اصلا. التاريخ ده لعبة علمي. انت بتعمل ولا تاني والله. ماشي. ما أظنش برضه لو كنت قادر هتعرفي الجو يعني. أول سؤال، أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة؟ والله العظيم. يا جماعة الحوار ده يا جماعة، انتوا جايبين تهزقونا هنا ولا ايه؟ ايه ده؟ أكبر دولة في أفريقيا؟ الصين. أكبر دولة في أفريقيا عدد سكان هي؟ يعني بتاع مليون نسمة. لا، إيه هي الدولة؟ مصر أكيد. لا مش مصر. الصين. هي الصين في أفريقيا؟ ماينس. السودان؟ غلط. ماينس. هو انا غلطت كانت ماينس؟ لا خلاص مش هجاوب. لا خلاص مش هجيب. ماشي. ما قلت خلاص ماينس تاني؟ كده ماينس. 3-1. هقول لكم 3 اختيارات واختاروا. ماشي. تونس، مصر، الجزائر. مصر والجزائر. مصر أم الدنيا. سالب. لا احنا لازم نجيب السؤال ده يخسرنا بعض. خلاص ماشي كده سالب 2. ماشي. يلا دي بقى الجزائر. الجزائر والله كنت أقول لك انا كنت اقول تونس بتاعت ماينس. الحمد لله. تاني سؤال، حرب 6 أكتوبر سنة كام؟ 1973. صح. 1 سالب 2. ماشي. جبل إيفرست كان موجود في أنهي قارة؟ سنة كام؟ خد يا جماعة كل الأسئلة معايا اللي أجاوب عليها لأن أنا فاشلة تاريخ وجغرافيا الاتنين. وانا كمان والله شارك جغرافيا. عمود. ايه؟ فشل عمودي. في التاريخ والجغرافيا. استنى جبل ايفرست. في ايفرست دي في فرنسا؟ حضرتك بتقول ايه؟ جبل ايفرست. انا فاكرة اسمه ده بس مش فاكرة فين. ده سهلة جدا. في أنهي قارة دي؟ فين؟ في افريقيا؟ هو أنا حتى لو بعمل فوق تبقى في أفريقيا. فوق يعني ايطاليا. يا لا. امريكا. أمريكا. غلط. الإجابة آسيا. آسيا. كنت حاسة والله. كنت هقولها. عارفين ليه؟ عشان عملت لكم كده محدش يعني ايه كده؟ يعني فوق. فين فوق غير آسيا يعني؟ شكلك بتسوح. حرام عليك يا خالد، ده بيت امي. يلا بلاش منهدى بلا خاله بلا ماله. حرام عليك. يلا يعرف شكلك. السؤال الرابع، أول عاصمة لمصر الفرعونية كان اسمها إيه؟ هقول لكم حاجة حلوة. ليها علاقة بالمنوفية. بجد؟ يلا بقى. تكليف خائن. تكليف خائن. قلت لك إنك خائن. يعني ايه؟ ليها علاقة بالمنوفية الاسم. من؟ ماشي. لسه سالب 3. عارف لا انا بقول لك ايه؟ ما غششنيش. ما غششنيش. طب بتعملي ايه؟ غششني. خلاص نديها السؤال ده عشان هي عندها سنة. ارفعني بقى ارفعني. خلاص كده لا انت كده سالب 2. يعني دول انت غشامة بتاعت معلش عشان انا في نفس الليفل. لا أعمق محيط في العالم. جغرافيا. طب انا مش فاكرة بجد انت تعرف. أعمق محيط في العالم. يا رب. أنا عايز أقعد هادي بس كده هتفيدني. المحيط الهادي. صح. والله كنت هقولها من قبل ما نبدأ. طب يعني أنت بقى. أنا قلت أنا رميت هنت للاثنين. ماشي ما ماشي. نسيتش حد. قلت ايه؟ قلت عايز أقعد هادي. أنا أصلا كنت شاكة فيها أول لما قال هادي قلت إيه؟ ما أنت أنا إيه يلا.
الجزء الثاني عموما هو اصعب من اللي فات. لا احنا كنا عايزين نجاوب على الفرق، احنا طالعين بثالث واحد. شفتي؟ لا شفتي وكنت هو ثالث الجزء اللي هو 3. خلص في الاسئله خسران. اكيد يعني. بس انا جاوبت سؤالين صحيح ما جابتش اي حاجه، ما كان عملتش أي شايفين. باي باي. ودلوقتي وكده تغرق عنين النون. مثلا لازم نفكر للخسران. يلا قوم يا خسران، قوم يا خسران، يا قوم يا لوزر خسران، يا قوم لوزر يا يا لوزر. لوزر. ده بقى الفقره الثانيه دلوقتي من جديد. بدأ البريك نعم. وبدأنا ومعانا الفقرة الثانية بعد الجيم خسرت، عايزين نعملها باي باي ورا الكاميرا. يا لوزر يا لوزر. دلوقتي نور هي اللي معانا في الفقرة الثانية بدل حنين اللوزر. الجزء الثاني علوم وثقافة. وأول سؤال معانا، مين مكتشف البنسلين؟ انا ما كنتش عارفه اقرا اسمه بصراحه. المعلومه عندي بس مش فاكره. انت عارف ان انا عارف كل المعلومات عن البنسلين وازاي اصلا بيتحضر، بس اقسم بالله ما اعرف مين اللي اكتشفه. لا يا جماعه كان اسمه بتاع اليد اليمنى واليد اليسرى. فلمنج. للأسف إجابة صح. ما اظنش. والله صح. ممكن نرجع للكنترول. ألكسندر فليمنج. فلمنج اليد اليمنى. 1-0. 1-0. السؤال الثاني ده بقى كده كده لازم نجاوب عشان لو ما جاوبناش يبقى في حاجه غلط. ماشي. وهقوله بسرعه ماشي. عشان سهل. الغاز الاساسي اللي بيتنفذه الانسان. اكسجين. انت جاوبتي عشان انت اللي ضربتي على الجرس. لا والله انا اللي ضربت. اي والله. جاوب يا نور، جاوب يا نور بسرعه. والله انا اللي ضربت، والله ما ضربت. واحد. السؤال الثالث، عدد كواكب المجموعه الشمسيه بعد استبعاد بلوتو. تمام. اجابه صحيحه. على فكره هم استبعدوا بلوتو ليه؟ عملت كده دي هتجاوب امتى؟ الخسران ملوش كلام عندنا. دي هتشد لها السيستم. ما اقدرش. السؤال الرابع، سهل وجميل وبسيط. ماشي. الكاتب العربي الوحيد اللي خد نوبل في الادب. صح. اجابه غلط. ليه يما؟ هما اثنين يعني مش ده. وانت قلت ايه؟ صح سيف. كان اعمى ما يعرفش يرد. مش اول كاتب. السؤال الخامس، بس السؤال ده هيبقى من عندي مش من ده. اول جهاز كمبيوتر شخصي اتعمل اسمه ايه؟ لا غلط، انت بتضحك عليا. لا والله لا، انت كذاب. صح؟ واحد. عايز اجابه. اما انتوا الاثنين في ماينس. 2. قول والله. 3. ستيف جوبز. غلط. 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 كده يعني اللي بتعمل كده. الإجابة الصحيحة 2800. دلوقتي هسأل سؤال زيادة ليه علاقة بالعلوم. تحب السؤال يبقى ثقافة ولا علوم؟ ثقافة يعني ايه؟ معلومات ثقافية. انت عايزة ايه؟ ماشي. معلومات ثقافية ماشي. من هو مؤلف رواية البؤساء؟ انا كلنا عموما. لا انا نرجع له. كلنا مثلا كده. بص هو الإجابة فيكتور بوجو. سؤال في العلوم، ما هو الرمز الكيميائي لعنصر البوتاسيوم؟ كي. عرفتها ازاي دي؟ انا ما كنتش اعرف. خمسة الجدول. مش بي. يلا يلا الزفة بتاعت الوزارة. باي باي. عادل ينتقم. ايه بقى؟ الاسئله يا بيلي قدامك. الحياة من وجهة نظر ماشي. الوزر عامة. عمل خطه روبو سلمها للمأمور. الجزء الثالث. الجزء الثالث، الغاز وتحديات. احنا معاك 2 عباقرة يعني. طبعا ما مفكر الغاز ده اللي هو الغاز الطبيعي. صح كده. السؤال الأول، حاجة ليها أسنان بس ما بتعضش. المشي. صح. بلد 4 حروف أولها عين وآخرها نون. تجاوبي؟ تجاوب؟ تجاوبي؟ ناقص جواب قاعدين شيلني وأفكر. عمان. 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 كده 2-0. إيه طيب؟ يعني هتيجي إمتى؟ أنا شايفك متأخر أوي. السؤال اللي عليه الدور، حاجة بتجري من غير رجلين. حاجة بتجري من غير رجلين. هو اللي هيجاوب غلط هيتماينس؟
ممكن على فكره تبقى جو. حد غششني يا جماعه. طب ايه طيب؟ الظل. غلط. الميه. صح. ماشي. كده عندنا I love وعندنا بوينت. ليه ميه؟ انت جاي تقول وهكسب. عايز تقول مايك كده. واحد. ماشي. بيمشي قدامك وما بتلحقوش. حد ساعدني. حاجة كنت ايه السؤال ايه؟ حاجة بتجري قدامك انت ما بتلحقهاش. الوقت. الوقت. انتهاء فقرتنا. حنين كسبت. ما خسرت. استني يا يا لوزر انتظرونا في الفقرة الجاية. بس اللوزر توب يا لوزر. ومعانا دلوقتي جولة الفن. ومعايا 2 فنانين في الخسارة. فنانين لوزرز. هما بيفنوا في الخسارة. يعني كل مش واحد عايز يطلع بره الاستوديو. عمال اقول لك الله يسامحك في الصبح. بيخسر بطريقة. في حالة عدم ظهور زياد في أي حلقة بعد كده عرفنا السبب فين. يعني استني يما، يعني اسكت انتي. اهو قلت اسكت انتي وخلاص بقى. أول سؤال معانا كاتب رواية هاملت. اكتب الروايه دي بقى فنان زي يا جماعه شكسبير. قول للأسف الإجابة لو سمحتي عايزين بس ماشي. لا قيسي المسافات بقى عشان بصي بقى بعيد. السؤال التاني هي ست. واصغر حد في القعده غالبا هو اللي ممكن يجاوب على السؤال ده، يعني عشان هو حلو يعني. أصغر حد سنا ولا مقام؟ لا ده لا لو مقاما يبقى زياد. اول فيلم كرتون طويل. ايه بقى؟ هقول لك ثانيه واحده. كذي معانا. سندريلا. صح؟ اجابه غلط. -1. طب ما فيش اختيارات. ماشي. رابنزل، لاين كينج، سنو وايت. A few moments later. فانا سنو وايت. واو. اجابه صحيحه. 2-1. ماشي. السؤال الثالث اظن كلنا عارفينه يعني. ماشي. من هو الذي رسم لوحه الموناليزا؟ الاسرع. دافنشي. صح. ماشي. غلط. السؤال اللي بعده طبعا لازم تكونوا كلكم عارفينه عشان انتوا بتتابعوا الفساتين وبتاع مين لابس فستان ايه. مهرجان كان فين؟ فرنسا. صح. هو ده. This is my girl. بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ ماشي. يلا. السؤال اللي بعده من هو ملحن السلام الوطني؟ بلادي بلادي يا مرة بلادي. انت بتغششني غلط على فكره. كي هو يوا بلا شو سيجاري سريب وابو عمرو دياب. هو اللي قال لي. الليلة حبيبي الليلة نصحى سنة. الليلة حبيبي الليلة هنتكلمش كلنا. يا جماعه هو اللي قال لي. انت على فكره ما بقاش صديق الصدوق خالص. سيد درويش. صح. وانا عارفه منين يعني. ربنا يكرمك يا بنتي والله. انا عارفه منين يعني. انت لو وطنيه انا مش هتكلم عشان ما نتشدش. ما انا اخترت مع انتهاء الفقرة الرابعة طبعا عارفين مين الخسران طبعا. حنين. ايه بما ان انا الكسبانه وانا شبهت النور بسنو وايت فاحنا دلوقتي هنختار لها اكتر اغنيه عكس شخصيتها. عايزين حاجه شعبي. اهرب على فين؟ اهرب على فين؟ اهرب من تحت عقب الباب. انا عايزه اوجه رساله للاكس البيست فريند بتاعتي. الاكس صاحبي من وراح الحبيب تنعش يعني هو عارف انها عايزاه بتحب عارف ولذيذ صاحبي حداتي. الفقرة دي هدفها ان احنا نضحك ونهزر او نرخم مع شخص ما. يعني ببساطة اي فريق فيه 4 لازم يطلع واحد زيادة. ايوه. رياض
والاعلان شامبو كانه بيتحشر. بجد. يلا. الدبان مضايقك؟ صح؟ صح. جو حر والدبان مضايقك؟ شامبو المها. ودلوقتي يا جماعه احنا محضرين لرياض مفاجاه. هيتصل على اي رقم عشوائي ويقول له انت كسبت خروف الكتروني. اتفضل. ربنا معايا. خروف الكتروني؟ رقم عشوائي؟ طيب الاعداد كتب لنا رقم عشوائي هنرن عليه دلوقتي. ما تطلع يا عم خلاص. الو السلام عليكم. شغال حرية. ممكن اتشرف باسم حضرتك؟ شرب قد ايه؟ برنامج الكورة 20 ده ولا ايه؟ احمد مختار معاك. طيب حضرتك معاك الاستاذ رمضان حريقه. رمضان حريقه؟ حضرتك عارف ان بعد رمضان وكده بيبقى فيه العيد الصغير واخوه العيد الكبير. فحضرتك الرقم العشوائي اللي كسب معانا في خروف الكتروني. خروف الكتروني؟ الله. انت معاك شركه الاضحيه السنويه؟ لا الاضحيه الالكترونيه. ماشي. ده خروف بيتوزع بالبيتكوين وبيروح بقى في ميلاد للناس، يعني كل واحد بيجي له ميل بالجزء بتاعه من الخروف. طب وده لما يمام هشتري بيتكوين يعني؟ مش فاهم. حضرتك لا هو الخروف ده انت بتكستمايز الخروف معانا. بص حضرتك افهمك، انت بتكستمايز الخروف اللي حضرتك عايز تشتريه ده عن طريق ان انت بتخش على الويب سايت وبتبدا ان انت تشوف بقى عايز فروته سودا، عايز فروته بيضه، عايزه بيمقمق، ممكن تعوزه بتنونو، موجود كل الاوبشنز بتاعها. بص انت حضرتك بس هتخش على الويب سايت اسمه دوت نت تمام. طبعا انا هديك البرومو كود بتاعنا باسمي. هتكتب رمضان دوت حريقه 2024 مش 2025 2024 عشان انا مسجل في الويب سايت من السنه اللي فاتت. فاتني العيد ده كنت باكل كعك. وعملت ايه؟ انا طلعت ايه كده؟ انا في رقم غير حضرتك بس كان اسمه محمد بقى بتاع الرقم ده. لا كسب بقر بس هو كاستمايز. الاسعار العجول الالكتروني لا والله لسه ما عملناش ريليز. هو مع نزول الايفون 17 باذن الله احنا بعدها بيوم بنريليز العجول الالكترونيه على الويب سايت نفس الميعاد. حضرتك بس تخش على الويب سايت تكتب البرومو كود رمضان دوت حريقه 2024 وتبدا تكستمايز الخروف اللي انت حضرتك حابه. تمام. الخروف بيوصل لك على هيئه ميل بس قطع، يعني الراس مره والفروه مره والرجول مره. نعم حضرتك؟ تختار لون العين ولون اللي صح؟ ايوه. شكرا لحضرتك جدا. شكرا. ودلوقتي خلصنا فقرتنا، استنونا الفقرة الجاية مع شخص تاني. باي. حسبي الله ونعم الوكيل.